نادر عبد الباقي مدير التحرير، يعني احكي لنا مغامرات ان هو لما كان مهيب بيكنسل عليك وكان وكنا بنشوفه بالليل في الحياه بيبقى قدام الكاميرا، كنت عايز تسمعه مني وما رضيتش اقوله، والموبايل بيرن وبعدين الاقيه راح مكنسل، فانا اقول ده ايه دي الحلقه دي ده الرساله دي متسجله، ده ساعتها كان مهيب بيكلمه في الوقت ده كان يبقى الكنسله دي كانت على نادر. كنت بتشوف ده في البدايه؟ بس بقول الاول مبروك لكل المصريين واسره جول اف ام انت جاي تبارك لنا دلوقتي؟ طبعا انا يعني اول مره طبعا اني على المايك مع المستمعين، فلازم طبعا نتكلم معاهم. طبعا مبروك للشعب المصري كله، اللعيبه والاعلاميين برضو والجماهير، وطبعا بشكر مهيب طبعا، هو عمل مجهود كبير. يمكن برضو هو لسه كان بيقول لي انا اول مره نتقابل، هو بسم الله ما شاء الله نموذج عرفنا نموذج للشباب المشرف. لا لكل هو لما هو نموذج للشباب المشرف كل شويه ده تهريزه، اصل بكلم مهيب وبيكنسل. لا انا قلت له بكلم مهيب وبيكنسل. لا والله قلت له بيكنسل يبقى في حاجه. انا دلوقتي بقول مش ده كان بيحصل ولا لا يا اسامه؟ ده امتى ده؟ ايوه كان بيحصل. لا بيحصل. لا قوم يا نادر، قوم يا نادر، قوم يا حبيبي. لا انت عارف انا كلمتك بعدين قلت لك لا بس كان بيفسر. لا كان بيقول اكيد عنده حاجه، اكيد في شغل، اكيد في حاجه. الهيدفون ده في وداني، فين مهيب؟ اعمل له ايه؟ بيتكلم وكنسل بيكنسل. بص يا مهيب، يوم ماتش النهائي ده يعني بجد يوم ماتش النهائي ما فكرنيش، لان ده اللي بعتنا فيه. يا راجل بعدين ضحك عليا مجدي كامل، قال لي فين دي الحوارات اللي انت عملتها؟ رحت بعدها متصل مش عارف كريم ولا نادر، قلت لهم يا جماعه مش في حوارات اتعملت مع اللعيبه؟ قالوا لي قلت لهم ما الراجل بيقول لي كده. لا قال لك لا ده بيهزر. قلت له هزر معاه دلوقتي هزار. لا يمكن هم المواقف مش ما كانتش ظريفه، بس كانت قلقني فعلا. يمكن انا اول مره اقولها، يمكن كان مهيب كان بعد ماتش الكاميرون تقريبا كلمتك قلت لي بص يا نادر، صوت طبعا كان وحش قوي، احنا كسبانين. فقلت له يا مهيب مالك صوتك؟ قال لي يا استاذ نادر انا تعبان ومخنوق ومقرف. طب يا ابني طب في حاجه؟ طب انا قلقت عليه، في مشكله حصلت ولا حاجه؟ قال لا انا يعني صوتي ده ماتش تعبان. ماتش الجزائر تعبان ونفسيا مش عايز اطلع مع المستمعين كده عشان ما حدش يتخنق مني او كلام من ده. فعلا دي كانت اكتر موقف كنت قلقان منه لانه طبعا هو راجل محترف، بس ساعات الواحد برضه بيتعرض لحاجات شخصيه في المناسبات. حتى انا قلقت وكلمته تاني يوم، طب في امتى اطمن عليه كويس؟ حصل مشكله؟ حد بتوع الجزائريين انت عمل لك مشكله ولا حاجه؟ انا عارف ان انت هتدوق دود يعني. في طارق عبد الشكور بيقول لك اصعب مباراه يا مهيب بوظت فيها اعصاب جماهير جول اف ام كانت مباراه الجزائر، لما قلت ان جماهير الجزائر بتتزايد. دي كانت حقيقه لما كانوا بيتكاثروا في ساعات تكاثر. كانت حقيقه والله. انا كنت زعلان جدا، يعني انا متضايق. مصر واسم مصر كبير جدا بره، ويمكن الناس عارفه كده. فاما الاقي كم الجماهير بتاعنا بالكميه الضعيفه دي والجزائر كتير، الواحد ابتدى يقلق. يمكن انا اما كنا في السودان وشفنا جماهير الجزائر كانت برضو اكتر من جماهير، يعني ازاي يعني في حاجه، يعني في حاجه يا جماعه. احنا الحمد لله خدنا البطوله، لكن في حاجات كتير جدا ممكن نفتحها من خلال جول اف ام. في سلبيات كتير برضو حصلت، احنا مش عايزين نقول ان الدنيا وردي، لا احنا ربنا كرمنا، كان في اجتهاد، كان في جهد، ما تعرفش ربنا كرمك عشان مين بالظبط ولا عشان مين، لكن الحمد لله في الاخر ربنا بيكرمنا عشان الناس اللي بتسمعنا ديت، وعشان جمهور مصر، وعشان حاجات كتير قوي. لكن في حاجات كتير ممكن نقف عليها ونتكلم عليها. لازم يجي وقتها يا مهيب، ولو فضلت يعني مستخبيه يبقى ده غلط. لازم برضو ما فيش ما يمنع الانسان يبقى طموح وطماع، ان هو حتى لو عمل انجازات وفي بعض سلبيات ان هو برضو يتكلم فيها. يعني انت ممكن تتكلم امتى؟ لما في الفشل ما تتكلمش، وبرضو في النجاح ما تتكلمش، يبقى ده اكبر غلط. يعني لازم تواجه امور كتير جدا. احب اشكركم على حوار ميدو امبارح ده. شيكو كل ما اشوفه على التلفزيون بلاقيه بيكنسل الموبايل. ده مبومه بيقول انا مهيب كل ما اشوفه على التلفزيون الاقيه بيكنسل الموبايل. سامع دي شهود اهو. في كمان مصطفى من الجزائر بعت لك السلام عليكم ورحمه الله، مبروك يا كابتن حصولكم على الكاس للمره الثالثه، هي من المره الثالثه. واسالك هذا السؤال، ايه رايك في الحكم كوفي كوجا؟ خد بالك ربنا بيسمعنا. دي مصطفى من الجزائر بيقول لك ايه رايك في كوفي كوجا؟ دي يعني رساله جزائريه يعني عايز اقول كوفي كوجا يمكن لو مسكنا في كذا، يعني الطرد مثلا في 3 حالات طرد، لو مسكنا كل حاله هتلاقي الطرد صحيح ما فيهوش. يعني يمكن اعتقد ان الطرد كلنا مجتمعين ان حالات الطرد كانت مظبوطه 100%،
لان فيهم حالتين طرد يمكن بعد الانذار الاول. الحاله الوحيده للطرد المباشر كانت نزير بالحج اللي هو ضرب المحمدي، واجمعوا عليها يمكن دي بالتحديد الاعلام الجزائري كله اجمع بشكل كبير، يعني مش كله عشان ما يبقاش انه دي تستحق طرد مباشر لان فيها تعمد للايذاء الخصم. عايز تقول ايه؟ انا علقت عليه بس على مصطفى، انا عايز اقول له ايه رايك في تصرف شوشي مع كوفي كوجا لما ضرب البروسيه؟ اعتقد ان اللقطه دي هتبقى اسوأ لقطه في 2001 في الملاعب، 2010 في تقديم قوي، في 2010 في الملاعب الرياضيه. انا اعتقد دي، ولا هو بيتكلم، لا ده الراجل ده كان رؤوف معاه، ويمكن ده اتحسبت على كوفي كوتشا اللي هو ما طردوش. جزئيه دي جزئيه، لكن الجزئيه الثانيه اللي انا عايز اقول لمصطفى برضو، يعني في الاخر احنا عرب واحنا اخوات، واعتقد ان هي مباراه كرويه. ومعلش برضو اسمح لي يا مجدي، انا عايز اقول جزئيه برضو للجزائريين، معلش احنا او اسالكم انتوا كمان، يعني من امتى كانت في نديه بيننا وبين الجزائر؟ احنا كنا فرحانين جدا جدا لما كنا شايفين الجزائر ماشيه بمستوى كويس الفتره اللي فاتت وكلنا اثنى عليه، لكن احنا من سنوات يا مهيب لو تتفق معايا كمان ان الجزائر ما كانتش على الساحه الرياضيه. لا بس هم كمان عملوا فريق بالظبط، هو ده اللي احنا قلنا عليه، وجددوا دم أيوة. وهم على الطريق. أيوة في الكوره كويسه. ويا جماعه هي المشكله اللي بين مصر والجزائر ما حدش يختصرها في انها تبقى انه ايه ناس كسبت ناس، لان من امتى بيحصل مشاكل؟ طب ما احنا بنتغلب، مش معنى كده بدايه يقلل من مصر. طب ما احنا طول عمرنا كنا بنتغلب من تونس بالظبط، في جيل الخطيب وفي جيل حسن شحاته وفاروق جعفر، وكنا بنتغلب من تونس، وكنا بنتغلب من المغرب كتير جدا، وبتخرجنا في جيل الزاكي وعزيز بودربالة، وكنا بنتغلب وبنخرج وما كناش يعني هي القضيه مش قضيه ان احنا ناس متعصبين عشان ماتش كوره او عشان ماتشات كوره، فالدنيا دي كلها مقلوبه مش عشان ماتش الكوره، الدنيا مقلوبه عشان حاجات تانية مش مجالها ان احنا نفتحها دلوقتي. في كمان انجينير ايهاب من ابو ظبي بيقول لك يا مهيب شوبير على الهوا بيحاول يكلمك. يعني هو عايزني اقول ان انا هكنسل، انا قافل الموبايل، خلي بالك مش هقدر اكنسل. انا قافل الموبايل، انا قفلت الموبايل خلاص. في تليفونات معانا، ناخد تليفونات، هنفتح ماشي تليفونات 3 معاكم. نطلع فاصل سريع ونرجع تاني واحنا معاكم على جولة فام راديو.com.